ازيكم؟ تعال اما اقول لك على حاجات بتخلي البيت شكله رخيص، او حاجات ما تعملهاش عشان ما تخليش بيتك يكون شكله رخيص. دايما خلي بيتك شكله وقور وشكله شيك وشكله هادي. اول الحاجات دي ان انت ما تخليش للتلفزيون السلوك بتاعته مدلدله او باينه، ده بيدي شكل رخيص قوي للبيت. الستاير ما تكونش قصيره، يعني الستاير تكون نازله لغايه وزره السيراميك وتحتيها بشويه، طبعا ما تكونش واصله الارض عشان ما تلمش اي حاجه او تتوسخ من على الارض. دي حاجه. الحاجه التانيه ما تعملش الجبسون بورد. الجبسون بورد ده معمول عشان اثبت، عشان سهوله تثبيت وحدات الاضاءه فيه، فمش معمول علشان انا اقعد اعمل فيه اشكال ودوريات وحرف اس وحرف في وانوار بازرق واخضر واحمر و100 لون ليد والكلام ده كله. هو معمول عشان احط فيه سبوتات هاديه او تراكات نور. السبوتات ديت مثلا تكون ابيض ورم، والسقف يدهن مثلا بلون كلاسيك وايت ببيج اللي هو فانيليا لاتيه، يدهن بلون ابيض. هو معمول علشان كده، مش معمول عشان ادهنه كذا لون واخضر واحمر وموف واعمله فرح. ده طبعا كله بيدي شكل البيت ان هو بيكون رخيص، ما بيكونش بيت قوي، ما بيكونش بيت وقور، ما بيكونش بيت هادي. عشان كده لما بتشوف انت صوره من على النت تقول هو انا بيتي ليه ما طلعش كده، على الرغم من ان انا مكلف كتير. عشان شويه الحاجات البسيطه دي اللي هي الالوانات الكتير، الحاجات الكتير. مثلا ما تجيبليش فازه وتحط لي فيها ورد بلاستيك القديم ده وتقول لي ده انا كده عامل شكل جميل وعامل ماتشنج وكده. لا، انت ممكن تجيب زرعه بيكون لونها اخضر مع الالوان اللي عندك فبتعمل ماتشنج مع العفش. لكن الورد البلاستيك اللي هو شكله رخيص او الكلام ده كله لا. ما تروحش تجيب لي سجاده صغيره وعليها الوانات غريبه كده وتقول لي دي السجاده وهي صغيره وعلى قد الترابيزه. لا، السجاده لازم تكون ماشيه مع حدود الانتريه، يعني اول رجل الانتريه تكون السجاده تحتيه، ما تكونش السجاده قد كده والانتريه قد كده. ما تكونش السجاده، يعني السجاده في السفره لازم تكون مغطيه كراسي السفره بعد ما تفتح الكراسي، ده الافضل. دي حاجات بتدي لشكل البيت شياكه ووقار. ما تكونش الستاير الستاره اهم حاجه ما تكونش قصيره، ما تكونش صغيره على الشباك، على قدر المستطاع. ان ساعات في مساحات بتحكمنا ان بيكون في تكييف جنب الشباك، فما ينفعش ان انا اجيب الستاره من الحيطه للحيطه، على قدر الامكان. لكن القصر ما تكونش قصيره. الحاجات دي لو التزمت بيها وهديت الالوان بتاعتك، صدقني هتلاقي بيت شكله جميل ووقور وهادي زي الصور اللي انت بتشوفها على النت، او زي التصاميم اللي المهندسين بيعملوها، او زي لو انت مدي شقه لمهندس. كل ما الحاجه بقت سيمبل كل ما الحاجه بقت احسن. مش معنى ان انا اعمل حاجه فيها فلوس كتير فالناس كده هتيجي تخش عندي الله ده صارف. لا طبعا، كل ما الحاجه بقت سيمبل كل ما طعمت الحاجه بحاجات اخف، حاجات اهدى، الوان اهدى، الحاجه بتكون احسن وبتكون سيمبل وبتكون هتكون ان شاء الله زي الصور اللي انت بتشوفها على النت. اشوفكم الحلقه الجايه.